السلام عليكم يا شباب. انا حازم فيديو اديتور شغال بدافينشي ريزولف، والنهارده هنتعلم ازاي نعمل تكست انيميشن دي على برنامج دافينشي ريزولف. اول تكست معانا وهو الالاستيك ليتر. تمام، هتروح للتول بوكس عند الفيكس هنا، تروح عند تايتلز وتجيب تكست وتحطه في التايم لاين. بعدها تروح جاي هنا وعامل اوبن انفيوجن بيج. تمام، هتسيب الكلام زي ما هو، بس هتروح عند تروح ضغط فلور، تفتح في الموديفاير، تسيب عند جاي مثلا عند اسمه ده سايز، خليه عند 0.08. نيجي هنا ونخليها 0. تمام، يبقى فريم 0 خليها صفر، والفريم 10 خليها 0.08. تمام. ونيجي عند الفريم رقم 14 ونيجي رايحين لترانسفورم وحاطين فريم هنا. تمام، ونيجي رايحين هنا، نيجي راجعين تاني لقدام ونخليه -1.5. تمام، وبعد كده نروح راجعين للتايمينج ومخليينه 1.2. تمام، بص كده معايا. تمام تمام. اخر حاجه بقى معانا وهي الاوباسيتي. تمام، نروح جايين عند الشيدنج وجايين عند الفريم رقم 0 وحاطين كي فريم، ورايحين فريم عند 10 وحاطين كي فريم، بعد راجعين تاني ورا وجايين ايه عاملينه 0. بص كده معايا. ممكن بقى انت ايه تعدله من السبلاين، مثلا ممكن نعدل الاوباسيتي ونعدل مثلا على السايز والكاركتر والانجل. نعمل عاملين كده مثلا، نروح عاملين اوت كيوبيك. بص كده معايا. حاجة معانا وهي السايز تكست. تمام، هنروح نجيب تكست تاني ونربطه بالميديا اوت، نكتب مثلا كاستم تايتلز. تمام، نروح فاتحين الفولور، رايحين على الموديفاير ورايحين للترانسفورم. تمام، هنيجي عند السايز اللي تحت دي. تمام، ونيجي بس عند فريم 10 جاي عند واحد زي ما هما، ونروح عند فريم 0 ونخليهم كلهم 0، ونروح عند التايمينج وعاملين مثلا نخلينه مثلا 1.2. بص كده معايا. تمام، كده عملنا ايه السايز. طيب انت مثلا عايز تخليه من النص مثلا ويكبر على الاطراف، ممكن مثلا الحين جاي عند اوردر انسايد اوت، يعني من جوه لبره. بص شكله اتغير. طيب عايز تغيره مثلا تخليه من بره لجوه. عايز مثلا نخليه من الواحد، يعني كل واحدة لوحدها. بص، وهكذا بقى ايه تقعد تلعب انت لغاية ما تلاقي الحاجة المناسبة ليك. تمام، واحنا ان شاء الله الفترة اللي جاية الناس ياما طلبت لا شرح الاساسيات. تمام، فانا لما لفيت في اليوتيوب كده لاحظت ان مفيش ناس ياما شرح اساسيات، بيشرحوا البرنامج من بره، يشرح لك ده التكست ومش عارف ايه. لكن ان شاء الله الفترة اللي جاية انا هنزل فيديو هيبقى شارح فيه اساسيات الايديت بيج والفيوجن بيج، واشرح اساسيات الفيوجن بيج بشكل متعمق، واشرح كل حاجة في التكست نود والباك جراوند نود وترانسفورم نود وهكذا. يعني فان شاء الله انتظروا الفيديو ده، يبقى فيديو حلو. بس يلا نشوف التكست اللي بعده. تمام، وده التكست معانا وهو السكويز ان. تمام، هنروح نجيب التكست نود نكتب فيها مثلا سكويز ان. سكويز ان. تمام، نزور بس كده على نروح على الشاشة كده. تمام معانا كده. أول حاجة بقى نروح رايحين إيه عند تراكنج، حاطين كي فريم. تمام، وتاني حاجة رايحين عند تراكنج مثلا عند 14 حاطين برضه كي فريم. نخلي هنا ده 9.6، قصدي 0.96. ونروح راجعين لي هنا وخليينه 1.26. تمام، بص كده. تمام كده أول حاجة إيه إحنا عملناها. بس جايين على التكست هنا وعاملين له سبلاين، رايحين هنا متكين على العلامة اللي تحت دي، رايحين جايين عاملين مثلا إيه is out back cubic، بحيث إن هو يرد تاني. بص تمام كده. نروح بقى إيه السيتنجز،
ونروح عند الموشن بلور. بس قبل ما ندخل على الموشن بلور نعمل كي فريم والموشن بلور مقفول، ماشي كي فريم بعدها نعمل كي فريم تاني، ونروح بقى فاتحين الموشن بلور ومخلينه على 1 كامل. بص كده تاني. تمام. آخر حاجة بقى واحنا رايحين عند التكست برضو رايحين عند الشيدنج، ورايحين عند الفريم رقم 10، خلينا الأوباسيتي عند 1 زي ما هي، ونروح رايحين عند الأوباسيتي هنا وخليناها 0. بص كده معايا. وبس كده نكون عملنا ايه تكست السكويز ستاند اوت. ستاند اوت. نروح فاتحين الفولور ورايحين عند الموديفاير، جايين عند الترانسفورم، جايين عند الكي فريم رقم 10، حاطين كي فريم هنا، جايين فريم 0 ومثلا مراجعين فيه بقى. خلينا مثلا سالب، خلينا 86. تمام. ونروح عند الشيدنج ونحط كي فريم برضو هنا، ونروح عند 10 نحط كي فريم، نرجع هنا ونخلي الكي فريم ده 0. تمام. نروح هنا عند التايمنج ونخلينه مثلا ايه 0.8. بس كده معايا. بس كده دي نهاية الفيديو بتاع النهاردة. إن شاء الله الفيديوهات الجاية هتبقى أحسن، تتطلب في الأساسيات. أنا هو شرح عملي بس، بحيث إن في أساسيات موجودة ياما يعني على اليوتيوب، بس طالما طلبتوا انتوا الأساسيات وكده هعملها لكم، بس هحط فيها حاجة مميزة إن شاء الله. وبعد ما نخلص بقى الأساسيات هنبدأ بقى إيه نشرح ريلز وتوتوريال وكده. بس كده، سلام عليكم.